اليوم 21 من مايو عام 2016 عقدت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بالتعاون مع منظمة الشعوب الغير مماثلة في الأمم المتحدة UNWTO وأيضا بالتنسيق مع أمنستي انترناشونال لعقد ورشة من أجل تدريب كوادر للميديا والإعلام. ودور والقصد من هذه الورشة هو تدريب الكادر كيف يمكنه أن يستخدم الإعلام ووسائل الإعلام مثل التويتر والفيسبوك والإنستغرام والمواقع على اليوتيوب وكيفية تسجيل لقطات أو أفلام من الداخل وإيصالها إلى منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات اللي تعمل في مجال الإعلام. وهذه الورشة اللي سبق وكانت هناك كثيرين من المتحدثين أشاروا إلى موضوع الإعلام ودور الإعلام لتعريف قضايا الشعوب وخاصة الشعوب اللي صوتها ما حد سامعه وما حد يعرف عنه مثل العرب الأهوازيين في إيران. لهذا هذه الورشة عقدت اليوم وكانت ورشة ناجحة من أجل تدريب هذه الكادر، ونأمل إن شاء الله تستطيع منظمة حقوق الإنسان أن تجري جلسات أكثر من هذا وتدريب كادر أكبر وأوسع وأكثر تطور بالنسبة لهذا الموضوع.